المباني الأثرية ذات الطرز المعمارية المتنوعة جعلت من دير هيدرا أهم الأديرة القبطية في مصر، إلى جانب ما تم اكتشافه بداخله من تحف أثرية وكتابات ونقوش ومخربشات ساعدت في توضيح كثير من تفاصيل حياة الرهبان وآباء الصحاري المصرية في عصور تاريخية مختلفة. الأنبا بولا كان هو أول الآباء اللي بيسموهم آباء الصحراء، النساك المتوحدين اللي هم خرجوا بدينهم وتوحدوا في التعبد وبعد كده خد منه أو مشي على نهجه الأنبا أنطونيوس. إنما اللي بدع الشراكة في الحياة الدائرية اللي هو جمع مجموعة من الخلايا أو القلالي أو القلايات واتجمعوا مع بعض كان الأنبا بخوميوس. هنا برضو في أسوان هنا ابتدت بداية الحياة الدائرية أو الشراكة الدائرية كانت موجودة هنا في أسوان. فهنشوف هنا واحد من الأديرة، ده دير الأنبا هدرة. زي ما احنا شايفين المدخل بتاعه شفناه بيسموه الباشورة أو المدخل المنكسر، اللي هو كناحية أمنية مع الأبراج، اللي هو بيصعب عملية اختراق المبنى. المبنى جاي بشكل منكسر وموجودة أبراج في كل أركان السور الخارجي للدير اللي كان بيتشارك فيه. ابتدى الأنبا هدرة في القرن الرابع الميلادي لغاية ما وصلوا لغاية 10,000 راهب وناسك كانوا بيتشاركوا الحياة هنا هو في المنطقة الصحراوية دي اللي كان بيطلق عليهم آباء الصحراء.